كام معلقه سكر يا نور؟ ملوش لزوم يا حبيبتي، ملوش لزوم. قولي لي بس يا حبيبتي اعملي اللي تعمليه، كله من ايدك حلو. عايزه تخربي بيتها؟ انا ما خربتش بيتها، هي عجبتني فانا اخدتها بس ما ازاي تاخديها من غير ما تقولي لي اصلا؟ اتفضلوا يا جماعه اقعدوا، نورتوا الدنيا. ملوش لازمه التعب ده كله. اتفضلوا بس، دي حاجه بسيطه يا سيد. اقعدي يا نور، اقعدي يا قلبي، منورين الدنيا والله. كلي يا قلبي. نورك يا حبيبتي. دي حاجه بسيطه مش قيمتكم خالص يا سيد والله. امال عمر فين يعني؟ مش موجود ليه؟ عمر في الشغل يا سيد والله. كل انت ما تشغلش بالك، هو كده كده بيجي متاخر فهيجي ازاي المفروض يجي ياكل معانا يعني؟ مش مشكله، هو بيجي متاخر فهنطلع نتعشى بره عادي، هو معودني على كده كل يوم. يعني انت مش هتاكلي انت كمان؟ باكل معاك اهو. تمام مفيش مشكله، كلي مفيش مشكله. ماشي. نسيت البطاطس الشيبسي. ايوه ريحتها طلعت، انا شم ريحه هخش جوه. اجيبها لكم عبال. كله ما تشغلوش بالكم. شايف بتضايقني ازاي؟ عايزين الكلام اللي انا قلته لك طلع صح. اسكتي، انا مش عارف ليه يعني انا مش عايز يجي يقعد معانا ياكل. هو هي قرفان مننا ولا هي قرفانه مننا؟ شفت بقى زي ما انا قلت لك بالتنكين علينا عشان هم مبسوطين. عمر انت جيت؟ ايه اللي اخرك كده يا عمر؟ طب اعمل ايه يا حبيبه الشغل والله؟ انت عملت العزومه ولا ايه؟ عملت العزومه ولسه ماشيه هي وجوزها دلوقتي. ايه؟ انا مش عارف، انت بصراحه بنت خالتك بتحبيها حب زياده وبتقعدي تحكي على الخير اللي احنا فيه، مش اي حد تحكي له اللي بيحصل يا حبيبتي. ايه يا عمر في ايه؟ دي بنت خالتي هتكره لي الخير يعني؟ مالك في ايه؟ يبقى مش اي حد احنا بنحكي له الخير بيحب لنا الخير زي ما احنا بنحكي له كده. لا يا عمر على فكره بنت خالتي كويسه وبتحب لي الخير، هي وجوزها والاثنين كويسين ومحترمين، مفيش اي مشكله. انا بصراحه مش برتاح لها ولا هي ولا جوزها. يا وانا ليا نظره على طول كده شكاك، انت على طول شكاك. يا بابا مش شك والله، محدش دلوقتي في الزمن ده بيحب الخير لحد، الناس كلها نفسها تشوف الناس زي ما هي عايشه في حزن تشوف الناس التانيه في حزن. لا يا عمر بنت خالتي كويسه وطيبه وحنينه، عمرها ما تشك كده، عمرك ما تشك كده بالطريقه دي يا عمر. في ستي ربنا يخليها لك يا رب، روحي حطي لي اكل، انا غلطانه. هتفضلي طيبه طول عمرك كده يا مراتي. شفت يا بابا؟ نعم. النهارده رحت لبنت خالتي وقعدت انا وسيد وعماله بقى تتنك وتتعمل وتتفرد، كذا مره اروح الاقيها بتعاملني بنفس الطريقه، مش اول مره. وعلى فكره سيد لاحظ نفس الموضوع. طب اللي بيوديك هناك؟ ما انت صلة عارف الرحم يا بابا زي ما انت عارف. ما انت عارفه ان هي واخده طباع امها كلها ولابسه طوب غير طوبها. هي انا في بتغيظك. دماغي ان انا مش هسيبها. احنا مش عايزين يبقى ليها صله بيها، ماشي لو سمحتي؟ ماشي. انت عارفاها هي على ايه وطالعه لامها كياده، نفس الكلام بس بتقعد تغيظ فيكي وكياده وحقوده، ولما بتلاقيك سعيده مع جوزك بتحاول تقلب الدم. بابا انا مش هسيبها وهعمل اللي في دماغي. يلا بقى انت حره. جرى ايه يا سيد؟ هو انا كل ما اطلب منك مفيش فلوس ما تبص على بنت خالتي، جوزها جايب لها كل احتياجاتها، مش مخليها عايزه حاجه. احنا مالنا ببنت خالتك؟ هي بنت خالتك دي عايشه معانا في البيت، وبعدين بنت خالتك دي غيرانه منك، كل شويه عماله تقول جوزي جاب لي وجوزي عمل لي، مش عارف على خيبه ايه حسره، كل شويه تقول لك كده عشان خاطر انت بقى ايه تروح ماسكه في خناقه انا وتقولي لي انت ما بتجيبليش ما بتعدليش. شايفه حياتك كويسه عايزه تخربها يا عبيطه. افهمي، انا عارف الحريم دي لما بتشوف اتنين عايشين حياه كويسه عايزين يخربوها. اي اتنين كويسين مع بعض في جيش مستنيين فراقهم. افهمي الكلام ده، بنت خالتك ما بتحبلكيش الخير، بتغير منك، كل شويه جوزي مش عارف ايه، والله ما في حاجه بتحصل يا اختي. فهمتي؟ فعلا كلامك صح. انا عمري ما قلت حاجه غلط يا حبيبتي. ماشي خلاص. روحي بقى اعملي لي شاي. ماشي. شايفه الدريس اللي عمر جابهولي ده؟ ايه رايك فيه؟ حلو. كان عاجبني جدا، اول ما قلت له عليه قام جايبهولي على طول. ما انا بكره يا سيد ربنا يكرمه ويجيب لي برده كده زيه. اتفضلي يا حبيبتي. لا يا حبيبتي ما يغلاش عليكي والله. لا يا حبيبتي تعيشي وتدوبي. عارفه كمان فاكره الخاتم اللي انا قلت لك انه ضاع؟ لما قلت لعمر اتضايق قوي فقال لي خلاص ما تضايقيش نفسك هجيب لك خاتمين بداله. انا عايزه اقول لك بجد ان انا مبسوطه ان ربنا كرمني بعمر، ربنا يخليه ليا، حنين قوي بجد. ربنا يخليهولك يا حبيبتي، ما تحرميش منه. الحلو فيه يا نور ان هو بيصعب عليه زعلي، لو شافني متضايقه لو شافني زعلانه من حاجه ما بيهونش عليه زعلي وبيجي يصالحني على طول. بجد احلى حاجه الزوج اللي هو الحنين ده، الزوج الحنين رزق، وانتي ربنا يخلي لك سيد يا حبيبتي ويعوضك كل خير باذن الله. الله يخليكي حبيبي تسلمي لي. الله. بقول لك ايه؟ ايه رايك انا عازماكي النهارده على الغدا، انا هعمل لك محشي.
والله محشي وبط كمان بجد، ده انا نفسي فيه من بدري. ده انت شكلك بتقري افكاري يا حبيبتي. يا روح قلبي، انت بنت خالتي اللي بموت فيها وماليش غيرها اصلا. وانتي روحي 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 حبيبتي. مالك يا بنتي في ايه؟ وشك مقلوب ليه؟ وشي مقلوب ليه؟ ده انا رحت النهارده يا اخويا وعماله تقولي جوزي جاب لي جوزي عمل لي. شفت ادي الكلام اللي انت قلته طلع صح. انا عمري في حياتي ما قلت لك كلمه طلعت غلط. طب ما تضايقي نفسك ليه؟ هي عايزاكي بقى كده، عايزاكي متضايقه، عايزاكي النار تاكلك عليا. ما ماشي، ما هي عايزاكي كده يا بنتي. ايه اللي مضايقك بقى؟ ما تروحيش عندها تاني بقى عشان انت خليها مرتاحه. انت بتروحي عندها بلاقي بوزك شبرين. بصي ما تروحيش عندها تاني، ولا تقولي لها هعمل وهسوي ومش عارف هوريها ما اوريهاش. ما تروحيش تاني عندها. طب ايه رايك بقى ان انا هروح وهعمل اللي في دماغي؟ طب بصي يا بنتي، انا جاي من الشغل. بصي انا مخنوق وجاي من الشغل، يعني عايز اشرب قهوه. يلا قومي اعملي قهوه. مشروب قهوه؟ هو ده الكلام اللي انت فالح فيه؟ انت اللي على طول بتعملي مشاكل وبتحبي المشاكل زي عيني. اسكت بقى، انا لا طايقاك ولا طايقه اشوفك. هو قال لي طايقه انت اصلا؟ انت بتعيشي إيه بالعيشه دي ولا بتستحمليها؟ اهدوا يا اولاد، في ايه؟ عمركم ما كنتوا كده، ايه اللي حصل يا عمر؟ اساليها دايما ماشيه كده، دايما غم بتعيش في غم في البيت. انا زهقت منه ومن طريقته يا ماما، ولا طايقه اشوفه قدامي اصلا. هو طريقه ايه؟ مش دي طريقه اللي كنت بتحبيها وتكتبي فيها اشعار في ايه؟ انا طريقتك ما تفوقي كده للكلام. بقول لك ايه يا عمر، طلعني خلاص. طلع ايه؟ تغوري في داهيه. داهيه تاخدك انت. تحترمي نفسك وتيجي على وشك. تضربني. حرام عليكي، في ايه اللي حصل؟ ما كنتوش كده يا اولاد. اساليها، بنتك متغيره بقى لها فتره. انا مش طايقه، انا شايفها عفريت. وانا شايفاك قرد ومش طايقاك. وانا شايفاك عفريت ومش طايق وشك. طب اهدوا يا اولاد، ما ينفعش اللي انتوا فيه ده. ماما طلعيني منه لو سمحتي. ده تغوري في داهيه تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا الموضوع ده ما فيه لنا، ما ينفعش كده. عمركم ما اتخانقتوا مع بعض يا عمر، في ايه؟ انا لازم اسيب لها البيت خالص. في 60 داهيه تاخدك. عيب يا بنتي كده. عاجبك كده؟ انا مش طايقه، ده بني ادم حيوان. طلعيني منه يا ماما. ازاي يا ماما؟ مش يا حبيبتي اللي انت واخداها على الحب؟ ردي عليا. لا مش عايزاه، مش عايزاه. هو ده ولا اللي مستحمله ولا طايقه اشوفه ولا طايقه حتى اشوف شكله. لا كده في حاجه غريبه. انا دماغي اتشتتت. قولي لي مين اللي بيخش عندك هنا؟ ما حدش يا ماما بيجي لي البيت اصلا خالص. طب بتحكي لمين مشاكلك؟ ولا حد. ما فيش حد بيجي لي غير بنت خالتي بس. انا ماليش اصحاب اصلا. بنت خالتك؟ ايوه بنت خالتي. ده بتجيلك هنا بقى لها قد ايه؟ على طول بتيجي هي وجوزها وبنتغدى مع بعض وبيقعدوا معانا. بنت خالتك. حتى بنت خالتي مش حاببها ان هي تيجي ويقعد يقول لي بلاش، وبنت خالتك مش مرتاح لها. طب بس خلاص من اهلي خالص. لا هو الموضوع ده كده فيه إلنا بني ادم مقرف. انا هتصرف. ايه مالك مبسوطه النهارده كده؟ يعني ايه اللي حصل؟ مبسوطه، جبت لك مناخيرها الارض. عملت ايه يا سوسي؟ مالكش دعوه بقى، عملت اللي عملته. طب معلقه سكر يا نور. ملوش لزوم يا حبيبتي، ملوش لزوم. قولي لي بس يا حبيبتي اعملي اللي تعمليه، كله من ايدك حلو. بجد والله عملت ايه؟ مالكش دعوه، عملت اللي عملته. كل شويه اما اروح تقول لي اصل مش عارف ايه وجبنا ايه وعملنا ايه. على العموم احسن، دي واحده محدثه نعمه اصلا. كل شويه جوزي ومش عارف ايه، وانت تقعدي لوالي جوزك. الحمد لله، انا عايزك كده مبسوطه على طول. اخربي بيوت الدنيا كلها، بس انا عايزك تكوني مبسوطه. ماشي يا حبيبي خلاص. ما تعمليش قهوه ولا شاي بقى المره دي، اقعدي معايا. اما انا ايه ماسكه فيك؟ لا. منوره يا خالتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا نور، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا نور؟ ازيك يا شيرين؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ معلش جينا لك على غفله كده. وايه يعني يا حبيبتي؟ بس خالتك انت عارفه مش كنت عمالة تقولي تقولي بس عايزين كنت عملت لكم احلى غدا. اقعدي بس اقعدي بس، احنا مش عايزين انت عامله ايه وجوزك عامل ايه؟ الحمد لله تمام، نحمد ربنا. شايفك كده مبسوطه ما شاء الله عليكي. الحمد لله. الحمد لله. جوزك كويس معاكي؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. هقوم اعمل لكم حاجه تشربوها. ماشي يا حبيبتي. ماشي. ما تتعبيش نفسك يا نور. لا يا حبيبتي، ده انا لما باجي لك بتعملي لي الحلو كله. في يا ماما اسكتي، انت جايه على غفله اصلا على بقول لك الناس، يعني مش اسكتي، انا حاجه عارفه انا كده. هعمل ايه. طب انت بتعملي ايه؟ اسكتي، وطي صوتك. بتاعتي ده؟ ردي عليا. ايوه بتاعتي. ايه اللي جابها هنا؟ انا كنت معديه من كام يوم وشايفه حاجه منشوره شكلها بالظبط. قلبي حاسس ان دي بتاعتك اللي جيتي بيها كذا مره عندي. وما جيت سالتك عليها قلت لي ما اعرفش عنها حاجه. الشيطان عمل في دماغي وقلت اكيد عندها هي هنا. بس يا ماما مش عارفه معقوله اكون اديتها لها وانا ناسيه، او جت معاها بالغلط.
هي ابتدت تخش عندك كتير عشان تاخد دي، يعني اللي انت عايزه اقوله لك ان دي اللي خربت بيتك. عرفتي ايه؟ عرفتي ان عمر غصب عنه اللي كان بيعمله معاكي، وانت نفس الكلام. انا قلبي شك اول ما قلت لي ان بنت خالتي دي بتيجي عندي على طول. ازاي مش معقول نور تعمل حاجه زي كده؟ دي بنت خالتي، هتعمل فيا كده ليه؟ اهو حصل وعملت. اندهلها ده عليها عشان مش طايقه. نور يا نور، ايوه بتعمل ايه دي عندك يا نور؟ ردي عليا. دي تعالي هنا بس كده، هنا تعالي هنا. محصلة ان انت البنت خالتك عايزه تخربي بيتها. انا ما خربتش بيتها، هي عجبتني فانا اخدتها بس ما ازاي ده تعمل خير؟ ما تقولي لي اصلا. يا نور ايه اللي انت عملتيه؟ ما عملتش حاجه. ردي عليا، تأذي بنت خالتك ليه؟ انا مش ما مصدقه أذيتهاش. اللي انا بسمعه. انت معقول تاذيني؟ ايوه اذيتك ليه؟ عملت لك ايه؟ عشان كل شويه كل ما اروح لها جوزي عمل لي، جوزي جاب لي، جوزي حط لي. ليه الحقد اللي جواكي ده؟ بدل ما تفرحي لها تزعلي. انت ازاي تعملي كده فيا؟ ده انا بعتبرك اختي، ده انا بقول لجوزي ان انت اختي. وانت ما كنتيش بتعايريني وبتغيظيني؟ عمري ما عايرتك، عمري ما فكرت كده. ازاي دماغك دي تفكر بالطريقه دي؟ صح. انا هي معنى انها بتفضفض معاكي وبتقول لك على اللي جواها وسرها، تقومي تحكدي عليها وتدوري على اي حاجه تعمليها انا فيها. بجد هتجنن منك، مش قادره اصدق ان انت تعملي كده. صدقتي ان انا على صح؟ يا ماما طب دي بنت خالتي، بنت خالتي يعني مش واحده صاحبتي ولا واحده ما اعرفهاش جارتي، دي بنت خالتي يعني. يا سلام، وانت اخر مره كل شويه تقولي بصي جوزي جاب لي ايه، بصي عمل لي ايه، وفيها ايه لما توريكي؟ انا مبسوطه بتكلم بصفو نيه، بتعاملك ان انت انا ما اختها. شفتش كده في صفو نيه. طب بقول لك ايه، الشيخ اللي انت رحتي عنده ولا الله اعلم وديتي حاجه البنت دي فين عملتيها عندها، تروحي تفك الحاجه بدل ما انا هوريكي. ماشي من الاخر، سمعتيني ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. كمان بجحه، انت كمان بجحه. يا جماعه ما تديش الامان لحد، والله العظيم بيبقى اقرب الناس ليكي اللي بيأذيكي. خلي بالكم من نفسكم. نفس التجربه حصلت والله عندنا، والله عندنا حصلت يا جماعه. سيب الكلام ليك انت. بصوا يا جماعه، بصراحه القصه دي قصه حقيقيه وبتحصل كتير جدا، وكذا حد حكى لي عنها وشفنا منها مواقف، سواء القريب سواء الصحاب سواء الجار ايا كان، بس فعلا بتحصل كتير وقصص واقعيه وبنسمع عنها كتير. فبلاش ان احنا نتكلم عن حاجه حلوه تخصنا، بلاش ان احنا نخلي بالنا ان هدومنا محدش ياخدها، نخلي بالنا كويس قوي من اللي بيدخل بيتنا. يعني يا ريت ان احنا نحرص على قد ما نقدر، وربنا يبعد عنا وعنكم اي شر يا رب. يا رب.